السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه تاع الدواره. راح نقول لكم المكونات اللي استعملتها. عندي هنا الكابويه قطعتها كما شفتوا على 4. عندي حمص يكون منفخ من قبل. عندي طوماط كونسونطري مغرفه كبيره و3 فصوص ولا 4 تاع الثوم يكون مربي. بالنسبه للتوابل ملح فلفل كحل كرويه وفلفل عكري. ونحتاج كذلك القزبر معه شويه تاع المعدنوس. وبالنسبه للدواره تغسلوها مليح وتغلوها هي والريه ومن بعد قطعوها صغير. نديرو في لاكوكوط شويه تاع زيت ومن بعد نجيبو هذيك الدواره اللي قطعناها دي كوب صغار نقلوها شويه في هذاك الزيت. اذا كان عندكم المهراز من الاحسن الدرسه ديروها في المهراز. طوماط كونسونطري مع التوابل شويه تاع الزيت والثوم تدرسوهم مليح في المهراز وتضيفوهم على الدواره وتقلوا مليح. نقلي شويه هذيك الدواره باش تجي بنينه. نزيدو طوماط كونسونطري، هنا استعملت مغرفه كبيره. نزيد الثوم ونخلط نقلوه شويه باش يجينا بنين. مي ما تخلوهش يتحرق لكم، يعني النار تكون معتدله، تكونش نار قويه. نضيف التوابل. الكرويه هي السر تاع البنه تاع الدواره. ملح فلفل كحل كرويه والعكري. اذا بغيتو تزيدوا العكري الحار زيدوا، هي من الاحسن تجي حاره. ونمرق بالماء، ما نكثروش الماء لان الدواره هذه راح تطيب في لاكوكوط. غير قد ما غطيت هذيك الدواره كما راكم تشوفوا. وما نديرش الكابويه والحمص حتى طيب لي شويه الدوار، يعني نطيبها واحد شويه ومن بعد نحل عليها ونزيد لها الكابويه والحمص. دوكا نزيد غير القزبر والمعدنوس. نضيف القزبر والمعدنوس كما راكم تلاحظوا. درك نغطوا لاكوكوط ونخلوها طيب على نار قليله. نغطوها ونخلوها طيب لنا. هنا في نص الطياب نزيدوا الكورجات، قطعت الحبه على 4. بعد ما تغسلوها تقطعوها وتضيفوها وتضيفوا ثاني الحمص يكون منفخ من قبل، مشمخ ومنفخ من قبل. نحركهم هكا مع بعض ومن بعد نعاود نغطي لاكوكوط ونخليها طيب. وفي الاخير ما تنساوش تزيدوا لها شويه تاع الكرويه وذوقوها في الملح وزينوها. لا بغيتوا تزيدوا لها من الفوق رشه تاع القزبر ولا المعدنوس. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، وصفه البكبوكه او دواره بالحمص والكابويه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. سلام.